أحمد شوبير يعلن اقتراب نهاية ريبيرو مع الأهلي وحل وحيد للنجاة. أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري سيترتب عليها أمورا كثيرة، وستحدد أي من الفريقين سيبتعد عن المنافسة على اللقب هذا الموسم. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وبيراميدز على ملعب استاد السلام، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية. وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: السؤال هل بعد خسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت أصبح خارج المنافسة؟ بالطبع لا. المباراة القادمة بين بيراميدز والأهلي سأقول كلمة صعبة: الخاسر فرصته في الفوز بالدوري العام ستصبح صعبة جدا، نعم حتى الأهلي. وتابع: الفريق الذي سيخسر خاصة بيراميدز سيكون وضعه صعب، لأنه خسر حتى هذه اللحظة 7 نقاط من 4 مباريات، تعادل في مباريتين وخسر مباراة وفاز بصعوبة على الإسماعيلي 1-0. فلو خسر 3 نقاط أمام الأهلي سيكون قد خسر 10 نقاط في 5 مباريات، وهذا أمر صعب جدا وكل شيء وارد. وأضاف: أما الأهلي ففي حالة فوز بيراميدز تتجدد آماله وينسى ما مضى ولن تكون عنده أزمة، والجماهير ستنسى التعادل مع المحلة والتعادل مع مودرن، لكن لو تعادل الناس ستكون حزينة ومنزعجة وغاضبة. وشدد: لكن إذا خسر النادي الأهلي ستكون أزمة عنيفة جدا جدا، أزمة ممكن تطول الأخضر واليابس، والناس لن تتحمل. عندما تعادل الفريق أمام المحلة طلبوا بإقالة المدرب خوسيه ريبيرو، والجماهير أصبحت متعجلة في العالم أجمع، خاصة جماهير الأندية الشعبية مثل النادي الأهلي ونادي الزمالك وهكذا. واختتم: إذا لم يفز الأهلي على بيراميدز، وإذا لم يفز بيراميدز على الأهلي أو حتى الاثنين تعادلا، الفوز لأي فريق من الاثنين يحل كل المشاكل، الهزيمة تعمق المشاكل بعنف وشدة. أما التعادل بالنسبة لبيراميدز قد يكون لا توجد مشكلة، لأننا توجنا بدوري الأبطال في الموسم الماضي. أما مع النادي الأهلي سيكون الأمر صعب بالنسبة لريبيرو.